وتما من المشرق البعيد الجمال والقوافل تمشي محملة بالسلعة. أرواح وشوف، هاهم رجال من المشرق. موشى كان الأول اللي جرى نحو باب المدينة، كان حاب أنه يكون الأول اللي يلحق باش يكون قريب من القافلة ويشوف الجمال ويمس السلعة تاعها، ولا بلاك يدي حاجة من عندهم. يا سيدي يا سيدي، مرحبا مرحبا لمدينة بيت الحم اللي دايما معمرة. يا درا ولا جيتم باش تبيعوا السلعة تاعكم؟ يا درا ولا نقدر نعاونكم بحاجة؟ مرحبا يا ولدي العزيز، احنا جينا باش نشوفوا الملك الجديد. احنا مجوس حكامة، ملوك من المشرق البعيد، ماشي تجار، بصح ندرسوا النجوم باش نتعلموا عن الحياة. احنا نظنوا أنه نقدروا نكتشفوا شيء عن الله من خلال دراسة النجوم. من شي شهور شفنا نجم يضوي، وكان هذا النجم يحمل معنى خاص، فبدينا نحوسوا في الكتابات والمستندات القديمة، درسنا وحوسنا في النصوص القديمة. كان النجم يضوي في كل ليلة، وهكذا عرفنا في واحد من الكتابات القديمة مكتوب: يبان كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل. على هذا خلينا بلادنا وجينا لأورشليم عاصمة تاع إسرائيل باش نقدموا عطايانا ونعزوا الملك اللي نزال. بصح استغربنا، ما كان حتى عرس في القصر، بل هما ما سمعوا حتى شي عن الملك الجديد. وعلى خاطر الكتابات القديمة ذكراته، فهم حلوها ودرسوها. هنا بان كلش، ومن بعد حطوا القطعة الأخرى باش نلحقوا الحل اللغز. فهذا كان المكتوب: ما انتي يا بيت الحم أفرتا، وانتي صغيرة راح تكوني بين ألوف يهودا، ومنك راح يخرج اللي يكون ملك على إسرائيل. على هذا جينا البيت الحم، على خاطر النجم جابنا لهنا، وإحنا نحبوا باش نقدموا إكرامنا للملك الجديد. بصح إحنا ما على بالناش كيفاش تقدر تعاوننا. شوف يا سيدي، ها هو يضوي مليح، ما يقدرش يكون هذا هو النجم اللي كنتوا تتبعوا فيه؟ وكي جاو للدار شافوا الصبي مع مريم يماه، نحانوا وسجدوا له، ثم حلوا كنوزهم وقدموا له هدايا. الذهب وهو هدية لملك الملوك، ولبانا تقدمة للكاهن الكبير، ومرا رمزا للآلام اللي راح يديها المسيح علينا.